ضيفي نص كوبايه من اللبن على بصلايه حجمها متوسط تكون مبشوره، وتعالي اقولك بقى ازاي هتطلعي احلى فراخ بانيه. القشره بتاعتها لازقه فيها ما بتطلعش، وكمان مقرمشه، وهقولك ايه هو سر القرمشه اللي اكتشفته مؤخرا وخلاني بدل ما كنت بحب البانيه عادي كده، لا انا بقيت مدمنه فراخ بانيه بعملها كل اسبوع تقريبا. اول حاجه هبدا بيها هنا، جبت طبق عشان اعمل التتبيله بتاعه الفراخ. وصدقيني التتبيله دي لو جربتيها والله هتدمنيها، وفعلا مش هتبطلي تعمليها لفراخ البانيه. اول حاجه عندي نص كوبايه من اللبن، وعندي بصلايه بحجم متوسط تكون مبشوره. ضفت اللبن على البصل، وبعدين بقى بدات اضيف التوابل بتاعتي: فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وكمان شويه من البهارات المشكله او السبع بهارات، وشويه من البابريكا. واهم حاجه عصير ليمونه كبيره، هاتي اكبر ليمونه عندك في التلاجة وعصريها على التتبيله دي. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الخل وشويه ملح، وقلبت بقى التتبيله دي كويس كده عشان كله يتشرب من طعم بعضه. وكان عندي صدور فراخ متقطعه شرايح رفيعه، اللي هي البانيه يعني، او ممكن تجيبيها جاهزه كده من عند بتاع الفراخ. الفراخ بتاعتي مغسوله كويس قوي ومتنضفه. بدات بقى ان انا اضيف الشرايح بتاعه الفراخ دي في التتبيله واحده واحده كده. واهم حاجه واحنا بنتعامل مع الفراخ، خصوصا لو الراجل بيبقى مقطعها رفيعه قوي علشان ما تتبهدلش معاكي ولا تتقطع. بدات ان انا احطهم بالراحه كده واحده واحده، وابدا بقى ان انا اعمل لهم زي مساج كده، او ادخل التتبيله دي في كل المسام بتاعه الفراخ. فضلت اقلب فيهم شويه شويه كده، وبعد كده بدات ان انا ايه بقى، ارص الفراخ فوق بعضها بحيث ان كل واحده يبقى واصلها التتبيله من كل ناحيه. بعد كده هبدا احضر بقى الكفر الخارجي، وده هيبقى مكون من 3 زي ما كلنا عارفين. طبعا في ناس كتير عارفه الفراخ البانيه بتتعمل ازاي، بس النهارده في تريكات مختلفه هقولك عليها. جبت دقيق وعليه معلقتين كبار من النشا، وبدات احط عليه نفس التوابل اللي حطيتها في التتبيله بتاعه الفراخ: بصل وتوم بودره وفلفل اسود وسبع بهارات، وكمان شويه من البابريكا. وما كترتش في الملح قوي لاني ظابطه الملح بتاع التتبيله. الطبق التاني جبت فيه كوبايه من اللبن، وبدات احط عليها بيضه وشويه فلفل اسود وكمان سنه ملح صغير. بلاش نبالغ قوي في الملح لان احنا كل خطوه هنحطها هنحط فيها ملح. تالت حاجه بقى، وده المكون السحري بتاعي: البقسماط. يا جماعه بلاش تعملوا البانيه غير بالبقسماط اللي جاي من الفرن، اللي هو الجاهز ده. بيبقى خطير وطعم السمسم، وبالذات كمان لو فيه سمسم وحبه البركه بيبقى حلو قوي. جربوه وصدقوني مش هتلاقوا قرمشه زي اللي بيطلعها البقسماط الجاهز بتاع الفرن. انا بجيبه وبطحنه، وكمان ما بطحنوش يبقى ناعم قوي، لا بيبقى خشن شويه. جبته وما بضيفش عليه اي بهارات ولا اي حاجه، هو كفايه البهارات اللي بتبقى موجوده في الدقيق، وكمان موجوده في البيض والتتبيله بتاعه الفراخ. بعد ساعه في التتبيله، انا ما استنيتش عليها كتير قوي بصراحه. جبت بقى شرايح الفراخ بتاعتي وبدات احطها كده في الدقيق، واضغط عليها برضو كويس، وبعدين احطها في خليط البيض باللبن. واغطسها فيه كده تبقى الخليط واصل لكل ناحيه. وبعد كده بقى الخطوه الاهم وهي البقسماط، وزي ما قلت لك هو البقسماط اللي جاي من الفرن مش اي حاجه تانية. بدات بقى احط فيه شرايح الفراخ واضغط عليها كويس قوي، اهم حاجه نضغط عليها كويس قوي. وفي طاسه يكون فيها زيت، ما يكونش غزير قوي، انا بصراحه ما بكترش الزيت قوي يعني. يكون على نار هاديه، اهم حاجه نار هاديه عشان تستوي من جوه. وما ننساش ان البقسماط ده جاهز فهو اصلا واخد لون، عشان ما تتحرقش منك فبالراحه عليها في التسويه شويه. بالظبط خدت مني 10 دقايق على النار وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان دي احلى فراخ بانيه بجد، هتجربوها. التتبيله طعمها خطير، القرمشه بتاعه الفراخ انا عايزاكي بس تجربيها، وصدقيني لو باتت معاكي لتاني يوم هتلاقي القرمشه هي البقسماط بتاع الفرن ده. يا جماعه ما بيطرقش. انا بصراحه مش عارفه ايه هو السر فيه، بس فعلا انا من وقت ما جربت البقسماط الجاهز ده ما بقتش بجيب التاني اللي في الكاس او السايب اللي انا كنت بجيبه، ما بيدينيش نفس النتيجه. القرمشه بتاعه البقسماط دي خطيره وطعمها بيبقى حلو قوي، اهم حاجه بس انها تستوي على نار هاديه. هستناكم تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده.